كان هناك توأم صغير يمتلك ذكاء يفوق عمره بكثير، بيبي عزوز وتالا. كان بيبي عزوز العبقري التقني الهادئ يرتدي بدلة رسمية زرقاء أنيقة ومريلة عليها فلفل أحمر صغير. أما تالا القائدة الميدانية الجسورة كانت ترتدي بدلة وردية. في يوم من الأيام، بينما كان عزوز يتحسس لوحة مفاتيح لعبة أطفال ببراعة في مقرهم السري تحت سرير عزوز، رن جرس الإنذار. سمعا صوتا غريبا. لقد حدث ذلك، قال عزوز بصوته الهادئ وهو يشير إلى شاشة صغيرة تعرض خريطة العالم. لقد قام الدكتور شرير ببدء خطته لسرقة كل حلوى العالم. يجب أن نوقفه يا تالا. قفزت تالا وضحكتها العالية تملأ الغرفة. دعنا نوقفه يا عزوز، هذه هي مهمتنا. كان الدكتور شرير وهو رجل بالغ ذو لحية رمادية كثيفة وشخصية عابسة، قد اخترع آلة سحب الحلوى العملاقة. كانت تستخدم الحلوى لتحويلها إلى وقود لمركبته الفضائية الشريرة. أعلن عزوز وهو يضبط إعدادات جهاز تحديد المواقع الخاص به. علينا أن نتحرك بسرعة. ارتدت تالا حذاءها الرياضي المريح بسرعة واندفعا نحو مركبة الحليب السريعة الخاصة بهما، وهي عربة مجهزة بجميع أنواع الأدوات السرية. قفز عزوز إلى مقعد السائق بينما أخذت تالا مقعد الراكب. انطلقت المركبة السريعة وتجاوزت الألعاب المتناثرة والوسائد الكبيرة التي كانت تشكل عوائق في طريقهما. وصلا إلى برج الحلوى. كان الدكتور شرير يختبئ هناك، وكان يعمل على تشغيل آلة سحب الحلوى الضخمة. كانت الحلوى تتسرب من خلال أنابيب شفافة. هذه هي فرصتنا يا عزوز، همست تالا. أنا سألهيه وأنت يا عزوز حاول إيقاف الآلة. بشجاعة انطلقت تالا وهي تهز مطرقة اللعب وتضحك بصوت عال. يا أيها الرجل ذو اللحية الطويلة، توقف عن سرقة الحلوى. استدار الدكتور شرير متفاجئا بوجود الأطفال. ماذا؟ أطفال؟ كيف وصلتم إلى هنا؟ بينما كان الدكتور شرير منشغلا بمحاولة الإمساك بتالا، زحف عزوز بهدوء نحو لوحة التحكم الرئيسية للآلة. كان عزوز يحدق في الأزرار والأسلاك المعقدة، وبدأ يضغط على الأزرار بشكل عشوائي. هذا الزر يبدو وكأنه زر إيقاف الطوارئ. ضغط عزوز على الزر الأحمر الكبير، وفجأة توقفت آلة سحب الحلوى عن العمل. بينما كان الدكتور شرير يصرخ بهلع: لا، وقودي الثمين! بدأت الآلة تصدر أصواتا غريبة، وبدلا من سحب الحلوى انعكس المحرك وبدأ يضخ كل الحلوى المسروقة لتعود إلى أصحابها في جميع أنحاء العالم. تعلقت تالا برداء المختبر الخاص به وهي تضحك ضحكتها المدوية، مما جعله يتعثر ويسقط فوق كومة من الحلوى القاسية التي كانت قد تسربت من الآلة، وتركته تالا يعاني جراء ما فعله من سوء. ثم قالت بصوت واثق: انتهت اللعبة يا دكتور، الحلوى للأطفال والعمل الشاق لأمثالك. جلس عزوز بهدوء، عدل مريالته التي تحمل صورة الفلفل الأحمر وقال: أتممنا المهمة بنجاح يا تالا، دعينا نعود الآن قبل أن ترانا أمي. قالت تالا: حسنا يا عزوز. ذهب الصغيران إلى غرفة النوم واختبأا في سريرهما، وما هي إلا لحظات حتى جاءت أمهما. تظاهر الصغيران بالنوم وغطا لاحقا في نوم عميق دون أن يدركا. والآن دورك يا صغيري، أحلاما سعيدة، إلى اللقاء.